السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم كل متابعينا على قناتنا كريز وحبان، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص على الأبواب واحنا بنفكر بقى في تسالي العيد، وأهم حاجة في التسالي دي الترمس والحمص. تعالي بقى أقولك على طريقة حلوة تخليكي تعملي الترمس وتاكلي منه على طول، وكمان من غير نقع كتير وبدون ريحة ولا ريم على الوش. هيطلع معاكي شوية ترمس وحمص ما شاء الله، ولا واحدة مقشرة ولا متكسرة، حاجة كده من الآخر. بس يا ريت بقى تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم. اول حاجه معايا نوع الترمس اللي انا جبته ده ترمس حلو او مستورد او سريع. هجيب بقى، انا جايبه هنا كيلو من الترمس، هبدا انقيه كده واشيل منه اي ترمسيه مش كويسه. طبعا الترمس بتاع الحلو او السريع ده بيختلف طبعا عن الترمس البلدي او المر، ده ليه تكنيك وده ليه تكنيك تاني خالص. هبدا انقيه كده زي ما حضرتك شايفه واشيل منه اي حاجه مش كويسه، وكذلك هعمل كده في الحمص. انا هنا جايبه ربع كيلو حمص. بصوا يا جماعة، ما ينفعش نسلق الحمص والترمس مع بعض او نحطهم في حلة واحدة. ده هيبقى ليه وقت للسلق وده كمان ليه وقت تاني. هجيب بقى المية وهبدأ اشطف الترمس والحمص بتوعي كده شطفة كويسة مرة او مرتين من اي تراب طبعا بيبقى عليه، من عند العطار طبعا بيبقى ايه محمل بتراب كده. فانا هشطفه وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. هرمي بقى المية دي وبعد كده ابتدي احط مية تانية نظيفة عشان هنقعه فيها. طيب احنا قلنا مش هننقعه، لا يا جماعة، احنا هننقعه بس هننقعه ساعتين بس. طبعا في ناس كانت بتنقعه 6 ساعات و8 ساعات، وفي ناس بتنقعه ليلة كاملة، وفي ناس كمان بتنقعه اكتر من كده. لكن انا كل اللي هنقعه فيه او احطه في المية دي لمدة ساعتين بس، وهيكون جاهز معايا. طب اعرف منين هو كان كده بقى جاهز معايا؟ ان الترمساية او الحمصاية بتكون كرمشت كده وخدت شكل مختلف عن اللي كانت عليه. بعد كده بقى هروح على الحوض ارمي الميه دي واشطفه شطفه تاني واجيب الحله بتاعتي. خدوا بالكم من النقطه دي، الحله اللي انا هحط فيها تكون كبيره عن كميه الترمس اللي انا مستعملاه. زي ما قلت لكم انا هنا مستعمله كيلو من الترمس. جبت له حله كبيره كده وهحط عليه ميه تغطيه وتعدي كمان، مش تغطيه بس، تعدي كمان، عشان طبعا الترمس ما بيدخل في السوا وبيستوي الحبايه بتاعته بتفنش كده وبتضاعف حجمها. وبعد كده هطلع بيه على النار بقى احطه على البوتاجاز. هنتابع بقى المراحل بتاعه السلق وهقول لكم عليها هتبقى عامله ازاي. ونفس اللي انا عملته مع الترمس هعمله مع الحمص. هرمي الميه دي طبعا وهشطفه شطفه كويسه، وبرده هحطه في حله تتناسب مع الكميه اللي انا هعملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم كل متابعينا على قناتنا كريز وحبان، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص على الأبواب واحنا بنفكر بقى في تسالي العيد، وأهم حاجة في التسالي دي الترمس والحمص. تعالي بقى أقولك على طريقة حلوة تخليكي تعملي الترمس